قبل البداية نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رسالة لكل مكروب ومهموم، لكل من ضاقت به الدنيا. الاستغفار هو الكنز اللي هيساعدك. أهم مراحل الاستغفار من خلال تجربتي أنا وكتير مننا. رحلتنا مع الاستغفار من البداية، وانتوا كمان قولولي انتوا في أي مرحلة بالظبط. أول ما بتبتدي في الاستغفار بيكون عندك حماس وفرحة، لأن بنكون حاسين إن هو ده المخرج والحل الوحيد لكل الهموم اللي احنا بنكون غرقانين فيها. ولما بنشوف الآيات بنشوفها كوعود، لأن الله عز وجل وعد وعود واضحة وصريحة للمستغفرين في القرآن الكريم، فبنبتدي نشوف الآيات بنظرة مختلفة. وكذلك أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بنبتدي نشوفها بشكل مختلف عن أي فترة قبل كده، لأن احنا بنحس إن احنا خلاص لقينا طوق النجاة. هي دي أول مرحلة اللي كلها فرحة وحماس وطاقة، وإن خلاص هو ده الحل اللي هيحقق كل أحلامنا، زي أموال أو ذرية، أو ربنا يرزقنا الصحة ويشفينا من أي مرض، وهكذا. لأن الاستغفار بيشمل كل شيء. بعد المرحلة دي هتستمر معانا شوية، يعني ممكن أيام، ممكن أسابيع، ممكن شهر. بعد المرحلة الأولى من الاستغفار بندخل بقى على المرحلة التانية، ودي تعتبر من أصعب المراحل، لأن للأسف كتير مننا بيقع فيها. ناس كتير ما عندهاش وعي كافي، فبيعتقد إن الدنيا بتضيق عليه، وإن الابتلاء بدل ما هو هيختفي بعد الاستغفار، لا ده بيزيد أكتر. فبتحصل عكوسات وفتن ومشاكل، فبيوصل له ان الفتن والمشاكل دي لازم يوقف استغفار بقى علشان تنتهي، لانه مش قادر يكمل ويعدي مرحلة وسواس الشيطان. الشيطان بيحاول يمنع اننا نكمل في الاستغفار ده. انتوا بقى هتكملوا وهتوصلوا بقى لقطف الثمار، وكمان مغفرة واموال، وكل شيء هيتحسن معاكوا. فبيحاول يمنع بكل الطرق، يوسوس بقى انت ايه الاستغفار ده لخبط حياتك اكتر. بص دي المشاكل زادت، بص مشروعك اللي انت بتحلم بيه ضاع منك اكتر. لا انت لازم توقف استغفار، ويبدأ بقى في حرب نفسية الانسان مع الشيطان، ويوصل لحالة اكتئاب وحالة نفسية بتسوء، وصراع ووساويس واوهام، وان ربنا مش هيقبل استغفارك، انت كلك ذنوب، وبيفضل يحبط فيك احباط. انت بقالك كام مثلا شهر بتستغفر، مفيش جديد، انت لازم توقف استغفار، وهكذا. وانت بقالك كام شهر بتستغفر ومفيش جديد، وهكذا يبدأ يحبط فيك ويخليك تيأس من رحمة ربنا. بجد المرحلة دي بتبقى صعبة جدا، ولو ذنب انت وقفته من سنين طويلة ممكن يذكرك بالذنب ده، وللأسف ممكن تقع فيه. لو انت ضعيف شوية فممكن تقع في الذنب ده. فالمرحلة دي ما ينفعش نيأس فيها، لازم ننتصر عليه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلازم نقف كده وننتصر ونكمل في رحلتنا مع الاستغفار. شيء طبيعي يحصل فتن، ربنا سبحانه وتعالى بيختبر مننا كتير، وبيختبر مدى صدقنا وتوبتنا ومدى إيماننا. فالاختبارات دي بتحصل، وانا عارفة ان هي بتكون صعبة، لان اوقات بتحصل لكتير مننا، وبنكون بنستغفر لزيادة مثلا في الارزاق، ونلاقي ان الرزق ده بيضيق اكتر، وكمان او ان عملك الاساسي اصلا بيتقفل. وسبحان الله اختبار ولازم ننجح فيه، وبنقول الحمد لله في السراء والضراء، ولازم نكمل ونعدي. ولو بتستغفر علشان ربنا يشفيك، فممكن تلاقي الحالة الصحية بتسوء أكتر وتتدمر أكتر. فلازم نكون عارفين إن ده ممكن يحصل. ولو عدت معاك المرحلة التانية بدون عكوسات ومشاكل فده عادي جدا، مش كلنا زي بعض، كل حد فينا حياته غير التاني، وكمان ذنوبنا غير بعض. فكل واحد يعني علاقته مع ربنا بتبقى مختلفة. فممكن مثلا احنا نعدي مثلا بالمرحلة التانية بالعكوسات والحاجات الصعبة اللي انا حكيتها لكم، وممكن تعدي معاكم من غير اي حاجة، وتنول وتقطف ثمار الاستغفار بسهولة من غير اي تعسير ابدا ابدا. هنروح بعد كده للمرحلة التالتة من الاستغفار.
هتنسيك بقى المرحلة التانية دي، وهتحس ان انتوا مرتاحين وهدوء في النفس، وكل شيء هادي والامور مستقرة ورضا وراحة بال وسعادة. وفجأة كده حتى لو انتوا لسه مفيش اي تغيير في الواقع، وان انتوا لسه ما شفتوش اي دعوة بتستجيب، لكن بتكون في راحة في القلب. احنا مش عارفين هي مصدرها ايه. بيكون في تفاؤل، وبنكون حاسين ان احنا ملكنا الدنيا كلها، وان خلاص دعواتنا قربت ان هي تستجاب. حاجة كده غير طبيعية. بنكون حاسين ان احنا خلاص قربنا نقطف ثمار الاستغفار، وما زلنا مستمرين في الاستغفار. الواضح من ده اننا انتصرنا على الشيطان، وحاسين ان دعوتنا خلاص قربت تتحقق. والفرحة اللي احنا بقى منتظرينها، عندنا ثقة وعندنا يقين ان ربنا مش هيخذلنا ابدا، وان كل دعوة نفسنا فيها هتتحقق. بعد كده هنروح للمرحلة الرابعة، وهي بقى مرحلة الفرج واستجابة الدعوات، وكل بقى شيء، والأرزاق والمال والذرية الصالحة لو احنا عاوزين، والصحة، وكل حاجة بأمر الله في المرحلة الرابعة دي. وهي هنرزق بكل شيء احنا بنحلم بيه والزيادة، يعني حاجات فوق التوقعات. أرزاق بتيجي من أماكن احنا أصلا ما كناش حاطينها في الحسبان معانا، ولا حاطينها في الخطط بتاعتنا. بنلاقي أبواب رزق بتتفتح من أماكن احنا عمرنا أصلا ما فكرنا فيها قبل كده، حاجات بتعدي التوقعات. فهي بقى المرحلة الأخيرة دي اللي احنا بأمر الله هنقطف ثمار الاستغفار. في كتير مننا بيشوف المطر وبتكون بشارة على الخير اللي قرب يجي خلاص أو جاي في الطريق. وفي مننا ما بيركزت في الموضوع ده، أو ما بيركزت إن المطر ده ليه علاقة بإن الاستغفار بتاعه خلاص بشارة الاستغفار بتاعه. فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلزم الاستغفار واستغفر الله في كل وقت، وانت رايح وانت جاي، خلي الاستغفار دايما على لسانك. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما قالش نستغفر بعدد معين، لكن قال فالزموا الاستغفار. الاستغفار يبقى ملازم في حياتك طول الوقت، مش عشان أي مصلحة ولا علشان أي دعوة. خلي الاستغفار عادة في حياتك طول ما انت فاضي، طول ما انت في أي وقت رايح في مواصلات، راكب السيارة بتاعتك، في العمل، في أي حاجة. خلي الاستغفار دايما يمسح الذنوب أول بأول. في ذنوب كتير جدا، مش لازم ذنب يكون واضح قدامك. في ذنوب يعني بالعيون بس كده، نظرة انت نظرتها من غير ما تقصد او تقصد. ففي ذنوب كتير جدا صغيرة وخفيفة، فجبت سيرة حد كده بالصدفة، زي يعني النميمة البسيطة. فالحاجات دي كلها لازم الاستغفار بيمسحها أول بأول. فطول ما انت بتستغفر، فبالتالي انت بتمسح على طول الصحيفة بتاعتك على طول من الذنوب اللي انت بتعملها. فحاجة جميلة جدا، الزموا الاستغفار. وفي كتير جدا مننا بيخافوا من مرحلة التصفية، وهي المرحلة التانية من الاستغفار، لأن 90% من الناس بيتوقفوا عن الاستغفار في المرحلة دي. فلازم ان احنا نعديها علشان تأتي المرحلة اللي هي الفرج والانتصار على الشيطان، وتفتح الأبواب الجديدة والحاجات الحلوة اللي احنا منتظرينها تحصل. فلازم نعدي المرحلة الصعبة الأول. وهتلاقوا في المرحلة الأخيرة إن في إلحاح داخلي بالدعاء. قبل الفرج بتكون عاوز تدعي طول الوقت. لو صحيت بالليل قلقت كده من نومك، هتكون عاوز تدعي. وانت في الشغل أو في العمل بتاعك، وانت في المطبخ، هتلاقي نفسك عاوزة تدعي. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء بالصدفة، الدعاء ده بيكون دفع إلهي وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو اللي ألهمكم الدعاء ويسروا كمان على لسانكم. وبتلاقوا زيادة في اليقين، وإن خلاص الخير قادم، وإن كل أمنياتكم هتتحقق، وإحساس داخلي بالتغيير. الإنسان بيحس إن هو فعلا خلاص حياته هتتغير. عاوزة بقى في الفيديو ده أشوف تعليقاتكم وتعرفوني انتوا وصلتوا
في أي مرحلة من مراحل الاستغفار. وما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.